ابتدى مجموعة من الناس يدخلوا على البثوث مختلفة في التيك توك ويبدأوا بقى في الإفتاء. واحد فيهم يقول لك أنا ضليع في القانون الدستوري وأنا المستشار فلان وأبص ألاقي الكلام موجه في صالح المالك وكأنه شخص موجه، وابتديت أشك في ايوه. كل الكلام ده. وواحد منهم طلع مؤخرا بيقول حاجة قلقتني بصراحة، بيقول إن الناس اللي بتضحك عليكم وتقول لكم إن مسألة إن أنت تطلب إفتاء المحكمة الدستورية في دستورية قانون معين أو كده مسألة صعبة جدا وما بتحصلش بالشكل اللي بيتقال لكم، وإن دي ممكن تاخد لها 10 سنين حتى يتم البت في هذه لأن طبعا أنا مش متخصص في القانون، مع إن أبويا كان محامي شاطر جدا يا فندم. تخيلي بقى. بس هم هيبدأوا يشككوك في كل حق، ده أمر طبيعي يعني. ما بيظهر نبي مفيش أعظم من كده ليه، وقالوا عليه ساحر، وقالوا عليه مجنون، وقالوا عليه كذاب، وقالوا عليه كل حاجة، صح ولا إيه؟ ف... طبعا فالأنبياء بيعملوا فيهم كده، فما بالك بقى لما يكون حد عايز يقول حاجة في مصلحة الناس، فطبيعي إن هم يطلعوا ويكذبوا ويقولوا كلام مش حقيقي. لكن المهم حضرتك هتعمل إيه؟ هو ده بس الفيصل. أنا شفت الطريقة اللي تم بيها تمرير هذا القانون في مجلس الشعب وجات لي صدمة من المصريين. أول مرة اتصدم في المصريين. أنا ما كنتش أتخيل إن إحنا شعب عندنا القدرة إن إحنا نعمل كده مع بعض. يعني كنت معتقد إن كل حاجة كان ممكن تتعمل بألف طريقة تانية أسهل من كده بكتير. تعويضات مثلا، الحكومة تبتدي تبني وتعرض بدون تمرير قوانين ولا نيلة، ويتم بشكل توافقي بين الحكومة والناس. من فضلك كفاية كده تبقى قاعد في ملكك أحسن. ويعني كان في ألف طريقة، لكن أنا شفت الطريقة اللي تم بيها تمرير هذا القانون، وشفت الحزب اللي اسمه مستقبل الوطن، وكان في البداية حزب واعد جدا وكنت متفائل بيه. لكن أنا شفت ما جرى في عدة جلسات لمجلس الشعب، وتأكدت إن إحنا في محنة أعتقد مش دستورية بس، لكن لها علاقة بالحرية السياسية برضو. يعني أنا هنزل أنتخب ضدهم طبعا، مش هسيبهم، بس ده في رأيي الخطوة الأولانية قبل المحكمة الدستورية. هم دول اللي مرروا القانون ده، وهم دول اللي برضو مرروا القوانين المتعلقة بتوطين اللاجئين اللي أنا برضو كنت معترض عليها جدا جدا جدا. والاثنين كان في ديسمبر 2024. سبحان الله. طبعا أنا واحد مؤيد جدا للرئيس السيسي عشان حضرتك تبقي عارفة، وأيدته من أول من أيام ما كان لسه قائد الجيش. أنا معترف جدا إن هو عمل حاجات عظيمة جدا وما زالت كل يوم بيعمل حاجات كويسة جدا. وأنا متابع مصر وفرحان إن ابني هيلاقي بلد إن شاء الله هتبقى أحسن بكتير